بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة الفيديو الرابع في أعماق الإنسان. النهاردة هنتكلم على النفس. تعال نشوف النفس بتتكون من إيه. النفس بتتكون من عقل وقلب. العقل وظيفته إن هو يحلل البيانات والمعلومات ويدخل بيانات ومعلومات من بره في الدنيا ويتفاعل معاها لغاية لما يكون فكرة. الفكرة دي هي اللي بتصبح بعد كده قناعة ومعتقد عند الإنسان. تمام؟ ادي العقل. نروح بقى للقلب. القلب ايه؟ هو مركز الشعور داخل الإنسان، في كل المشاعر الإيجابية وفي كل المشاعر السلبية. في حقد وغل وحسد وغيرة، وفي حب وامتنان وإيثار وعطاء، في كل ده. وقلب جاية من التقليب، بيتقلب ما بين الشعور ده والشعور ده. هو دايما بيتقلب طول اليوم بيتقلب. عشان كده احنا دايما نقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، خليهمش يروحوا مننا بعيد، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صدق الله العظيم. آية مهمة جدا دي عشان تثبيت القلب. القلب مسؤوليته الإيمان، فالعقل كده القناعة والمعتقد، والقلب الإيمان. تعال نشوف بقى ازاي الاتنين دول بيتفاعلوا مع بعض، لان انت كإنسان انت المايسترو، انت اللي واقف في النص، انت اللي بتقرر الاتجاه عامل ازاي. ما ينفعش تسيب الاتنين دول هما اللي يقرروا، لازم انت اللي تتحكم. وكل التحكم بتاعك لازم يبقى منصب ناحية القلب بمشاعر إيجابية. تمام؟ خلينا اديك مثال. انت دلوقتي في الشغل عندك زميل ليك في الشغل، فانت شايف ان الزميل اللي في الشغل ده هو ده اللي بيخلي اليوم جميل وبيهون اليوم. دي فكرة في دماغك. الراجل ده ما جاش في يوم، انفعلت وخبطت على مكتبك ومش طايق نفسك، والنهارده يوم مش حلو، النهارده يوم مش حلو. كده انت مؤمن بالفكرة. شفت بقى الرابطة عاملة ازاي؟ انت مقتنع بفكرة، اول ما قلبك ينفعل معاها يبقى انت ايه؟ مؤمن بيها. خلاص كده يا معلم، كده ربط. يبقى احنا عايزين دايما نبص احنا قناعاتنا عاملة ازاي ومؤمنين بايه. ما ينفعش نسيب الدنيا كده، لازم نركز بقى في الحتة دي. ليه؟ لان احنا دايما عايزين ان القلب اتجاهه يبقى عالم الغيب رايح لربنا. ده الايمان. يبقى انا محتاج ايه؟ محتاج كل قناعاتي وافكاري تبقى ايه؟ كلها ليها علاقة بعالم الغيب. ما احنا متفقين ان الدنيا انت مالكش يد فيها، وكل ما هتنغمس بعقلك في الدنيا وقلبك يؤمن بالحاجات اللي جاية من الدنيا، بقت هي دي الاساس. ايه اللي هيحصل لك؟ ومن اعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا. ما فيش، مش هتروح حتة، ما الدنيا دي مش بتاعتك. انت محتاج ترجع كده ورا وتجيب قلبك وتقعد تبص فيه. انت مؤمن بايه؟ دي شغلة الانسان بقى. انت مؤمن بايه؟ وبص جوه، وايه الافكار والقناعات اللي عندي. بص جوه عقلك، اوكي؟ وابدأ فلتر الحاجات دي ونضفها بحيث ان انت ترجع سليم. الا من اتى الله بقلب سليم. انت عايز توصله كده سليم. والقلوب دي كلها في ايد ربنا، خلي بالك. فلو انت بعدت قلبك عن الله، ايه اللي هيحصل؟ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. بس كل ما القلب يبعد بيبقى عامل زي الحجر. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار. يعني الحجر ممكن يطلع منه ميه، لكن قلب الانسان لا. فعايزين نركز على الاتنين دول ونبدأ نشغل الاتنين دول صح. طبعا مش هقدر اغطي كل حاجة في الحتة دي، بس كل اللي اقدر اقوله ان انت دايما محتاج فكر اللي داخلك يبقى فكر مظبوط، تقتنع بحاجة صح ليها علاقة بالله، وقلبك يؤمن بيها جدا. اوكي؟ حياتك هتنصلح تماما. الحاجة الوحيدة والدواء اللي يقدر يعمل لك كده ويخش يعمل حد فاصل وينظف لك كل ده هو القرآن.
بس تقراه بتدبر. ويومكم حلو إن شاء الله. القرآن تدبر.